وصفة النهاردة القرنبيط. بما اننا بقى في موسم القرنبيط فقلت لازم اعمل معاكم قرنبيط، وهعمله النهاردة بطريقة مختلفة بدون بقى ما تقعدي تقلي وتحطيه في بيض والقصة دي. هعمله معاكم بطريقة حلوة قوي وصحية وجميلة كده، مثالية جدا للناس اللي عايزة تعمل دايت، وجميلة قوي قوي بجد يا جماعة، جربوه مش هتندموا. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي. تعالوا نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجه بجيب ميه وبحطها على النار واخليها تغلي، اخلي الميه تغلي. بنزل في الميه معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الملح، تمام. بعد كده بجيب معايا القرنبيطه بتاعتي بقطعها صغير كده. القرنبيطه دي كانت صغننه يعني مش كبيره قوي، يعني هي صغيره، انا جايبها صغيره كده، بقطعها صغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. بعد كده حبايب قلبي بغطي عليها وبسيبها بقى لمدة 10 دقايق تتسلق بقى كده، وعشان عايزاها طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بصوا عايزاها كده. بعد ما بتتسلق معايا بقى كده بجيب بقى، هعملها النهاردة باللحمة المفرومة زي ما قلت لكم في اول الفيديو. هجيب بقى قطعة من الزبدة او شوية معلقتين من الزيت، زيت زيتون، زيت نباتي، اي حاجة، معلقة من السمنة اللي انت عايزاه. بعد ما المادة الدهنية بتاعتي تسخن بنزل بصلاية مفرومة في الكبة. بعد كده بنزل عليها ربع كيلو من اللحمة المفرومة، عشان انا القرنبيطة بتاعتي صغيرة، فانا ما كترتش كمية اللحمة المفرومة. بعد كده حبايبي بحط بقى معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من الكزبرة، وهحط كمان يعني التوابل اللي انا بحطها دي بتدي طعم حلو جدا للقرنبيط. وهحط كمان معلقة صغيرة من الكمون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل كمان رشة كده من الزنجبيل، والزنجبيل نص معلقة، تمام. وهنزل كمان نص معلقة من البابريكا، تمام. بعد كده حبايبي بنزل كمان، بعد ما بقلب كده التوابل مع اللحمه المفرومه كويس جدا واحس وتشمي كده ريحه التوابل، بنزل 3 فصوص من الثوم، تكوني فرماهم في الكبه منعماهم يعني، تمام. 3 فصوص 4 فصوص اللي انت عاوزاه، تمام. بعد كده بنزل معلقه صغيره من الملح، تمام. في الاخر خالص بنزل الملح، ماشي. بعد كده بقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، وتكون اصلا اللحمه المفرومه ما بتاخدش سوا على النار. بنزل كوبايه ونص او كوبايه وربع من الطماطم، بتكوني عصراها كويس في الخلاط، فرمها كويس وتصفيها وتطلعي منها القشر والبذر، تمام. ولو عايزه تضيفي معلقه صغيره من الصلصه عادي، هيعزز كمان من لونها الاحمر. بتسيبيها بقى على النار كده تغلي، يعني تغلي شوية كده لمدة 5 دقايق ل7 دقايق، تمام. تغلي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده. وبكده خلاص جهزنا الصوص بتاع اللحمة المفرومة اللي احنا هنحطه على القرنبيط. تعالوا بقى نجيب صينية، انا جايبة هنا اصغر صينية عندي، عندك بقى صينية مدورة طويلة اللي انت عايزاه. انا جبت بقى الصينية دي وحطيت فيها القرنبيط بتاعي بعد ما سلقته بالشكل ده. ولازم يكون القرنبيط متقطع صغير كده، تمام. بعد كده حبايبي بجيب بقى اللحمة المفرومة اللي احنا جهزناها مع بعض بالصلصة كده والتوابل الجميلة اللي احنا حطيناها، بحطها على القرنبيط بالشكل ده. بتكوني قايدة الفرن يسخن في المرحلة بقى دي، تسيبيه بقى يسخن كده، تمام، على درجة حرارة 180. بحط بقى اللحمة المفرومة بتاعتي كده بالصوص بتاعها القمر ده على القرنبيط بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد هتاكلوا طاجن قرنبيط يجنن. عاوزين تحطوه في صينيه زي ماشي، عايزين تحطوه في طاجن ماشي، عاوزه اقول لكم على حاجه بقى، لو عايزين تزودوا عليه جبنه زودوا، عايزين تحطوا عليه بشاميل اعملوا بشاميل وحطوا، مش هيقول لا. انا بقى هنا هزود بقى تكات كده بتخلي الطاجن ده، الصينيه دي في مكان تاني خالص. هزود معلقتين من دبس الرمان، وهزود كمان معلقه كبيره من الزيت الزيتون على الوش كده، توزعيها كده على وش الصينيه، تمام. بعد كده حبايبي بتدخليه الفرن بقى وتسيبيه بقى لمده كده تلت ساعه او ربع ساعه، تمام. هو كده كده كل حاجه مستويه اصلا. بعد كده بتقيدي عليه الشوايه
لمدة 5 دقايق بيطلع معاكي بالقمر والعظمة اللي انت شايفاها دي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ يعني بصوا، مش عايزة اقول لكم الريحة والطعم خرافة. وعملتي القرنبيط بطريقة مختلفة وطريقة كمان صحية، غير انك تقليه في الزيت. حلوة قوي قوي قوي. جربوه بطريقتي، مش هتعملوه غير بطريقتي بعد كده. على فكرة ينفع كمان لو هتتعشي بيه عادي، لانه خفيف جدا. للناس اللي بتعمل دايت كمان ينفع قوي، مثالي جدا. هتعملي بقى جنبه رز ابيض، تكليب العيش، تكليب الشوكة، تكليب المعلقة، اللي انت عايزاه. هو في كل حياته بجد يعني حلو. شايفين شكله جميل ازاي؟ على فكرة لو عملتي جنبيه رز ابيض واكلتيه كمان للاطفال هيبقى حلو قوي ومغذي جدا. عايزه اقول لكم القرنبيط مستوي، والصوص اللي احنا حطيناه كمان دبس الرمان مدي طعم حلو قوي للصينيه دي. جربوه على ضمانتي، ان شاء الله هيعجبكم. جربوه بطريقتي وانسوا اي طريقه تانية. شايفين شكله حلو ازاي؟ يلا بألف هنا، استنوني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، وبحبكم قوي، ومع السلامه، وباي باي.